فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كأس العرب هذا العرس الرياضي الكبير، ترفع اعلام الدول، يعزف النشيد الوطني، يتجدد الامل. اهلا بكم في كأس العرب هنا في دوحة العرب. مباراة اليوم ضمن لقاءات المجموعة الثانية. الجولة الاولى مجموعة بتضم كل من المغرب، السعودية، عمان وجزر القمر، ومباراة اليوم تجمع ما بين المغرب وجزر القمر في هذه المجموعة. كأس العرب 2025 نسخة رقم 11 لهذه البطولة. استاد خليفة الدولي يستضيف هذه المباراة، والكل يترقب والكل ينتظر بعد مفاجآت الأمس، فوز سوريا على تونس بهدف مقابل لا شيء. ولا نجوم في كرة القدم المغربية. مرة ثانية حمزة المساوي لف كرة حلوة قوي، قد تكون أول كرات الأهداف في المباراة، لكن المرة دي تغطية دفاعية من يانيس كاري إلى خارج الملعب. على فكرة الكابتن طارق السكيتاوي 48 سنة لشقيقه عبدالين، بركنية كالمعتاد وصمت نار، يلعب على طول الكرة العالية رأسية. يا ولد يا ولد، سفيان بوفيتيني، ركنية أولى المغرب لا تريد أي مفاجآت، بل تريد المنطق في هذه البطولة. ومنتخب المغرب وصول أطلس أمامنا بأول ركلة ركنية، وصمت نار عملها حلوة قوي. ارتقاء من سفيان بوفيتيني، لاعب اللي ارتقى في هذه اللقطة، لاعب نادي الوصل الإماراتي، يضع هذه الكرة الرأسية. بطولة لها قيمة كبيرة. مرة ثانية الكرة العالية أمامنا، الكرة كريم البركاوي بيلعب في نادي الظفرة الإماراتي، وادي أمامنا هنا وسام طنان. أقول لحضراتكم في خبرات صالح منتخب المغرب على القائم الأول. مرة ثانية الثاني أي ركنية يسجل أمامنا طارق أمامنا، وديسو دالي لاعب خرفكان أمامنا يسجل في هذه اللقطة من اللاعبين اللي عندهم خبرات. إذن المغرب في أول 10 دقائق من خلال الركنيات أمامنا هنا، ديسو دالي أمامنا يسجل هدف جميل في غياب الرقابة الدفاعية في هذه المباراة. والمنتخب المغربي يتقدم الصف الأول، ولكن في لاعبين مميزين. ادي انطلاقة من زيد خطير، وركنية أولى لمنتخب جزر القمر، ركنية أولى لمنتخب جنبي وسكنت شباك الحارس. ادي أمامنا ركنية خطيرة الكرة اللي فاتت، ولكن أمامنا تطلع إلى ركلة لاعب زينو. ادي تحرك خطير في هذه اللقطة، محاولة تسديدة حلوة. يا ولد ابراهيم امامنا هو، والبحرين ومنتخب السودان اماميه. هنا التحرك يضيع، لكن شوف كرة ملعوبة حلوة، الكرات اللي تتلعب امامنا اهو من سفيان بوفيتيني، ويضيع بولكسوت مرة ثانية. منتخب المغرب بقى يعود الى فرص، يعود الى مساوي. امين زحزوح لحمزة مساوي، تفاهم عرضية هدف جديد الإعداد، وخطأ المرة دي بالمساوي. ادي زكواني عرضية ممكن هدف. يا ولد يا سفيان ليس في التهديف فقط، بل في الأدوار الدفاعية شيلها سفيان بوفيتيني. روعة، ولكن هجمة حلوة، برافو زكواني. شكلهم الهجومي حلو على فكرة جزر القمر، ونجاح، وحتى الآن هدفين مقابل لا شيء. ومحاولة هنا كانت من حديث كده قبل المباراة بالفرنسية من المدير الفني جنبي أحمد زكواني مميز. حسين زكواني عمل عرضية كانت حلوة منذ قليل زكواني، لكن دائما وأبدا سفيان بوفيتين زكواني يستغل هنا تقدم حمزة للمنتخب المغربي في هذه البطولة، لأنه كان قائد المنتخب على فكرة في الشاد الأخير. تضييع الوقت يعني، لكن طبعا هو سقط في لعبة كان فيها تدخل وفيها خشونة. والثالث جاي الله حي، الثالث جاي المرة دي. العرضية الجميلة من حمزة المساوي وكريم البركاوي. كريم أمامه متعود يسجل في كأس العرب، كان سجل في مرمى الأخضر السعودي، ويسجل لاعب الزفرة الهدف الثالث في اللقاء. المغرب بمكان يمين شوية، فرصة مرة ثانية. منتخب جزر القمر كان هيسجل، منتخب جزر القمر امامنا. شوف بقى لما زيد بيعدي، شفت لما زيد بيعدي خطير زيد امير. اول كوره واول محاوله، شوف المساحه، ويا ولد مكمل حلو. لكن شوف بقى هنا برضو يعني التغطيه الدفاعيه مميز. تهداف عندك رصيد حتى الان في المباراه. كوره مقطوعه المره دي، اختبار بقى. قال لك لما تشوف صلاح الدين شهاب
في نوع من الدلع في اللقطه اللي فاتت والضغط المنشفه في الملاكمه، يعني لما تستسلم ترمي المنديل. لكن هنا محاوله زكواني ولا هدف ياتي زكواني عملها، واعتقد هو كريم محمد هو اللي سجل بعد هذا العمل الرائع امامنا اهو. والتدخل كان محمد بولوكسوت. هنشوف الكرة انطلاقه من خطير، لكن يبدو انه هدف اون جول امامنا هدف. لكن شوف جمله حلوه اتعملت حلوه. اليمن برباعيه نظيفه، و2021 امام فلسطين والاردن، ولكن جزر القمر امامنا هنا. انطلق امين زحزوح يعرف هذه الملاعب جيدا، لاعب الوكر القطري، لكن هنا التدخل والسقوط وحكم المباراه وانتظار الفار حكم اللقاء. ده دفعه 3 لعيبه واقعين في ارض الملعب، دفعه واحده. هذه الجماهير المغربيه، الاجيال المختلفه اللي ما شافوش اجيال عظيمه يتناسب 41% 59% استحواذ. والمغرب المره دي عن طريق طارق تيسودالي، اول كوره الشوط الثاني لطارق تيسودالي بعد الكوره اللي كان فيها يعني كلام، يعني انس باش هجوم وشخصيه لاعبي جزر القمر. يا ولد امامنا اهو. فين سعيد جنبي، فينك من زمان، فينك يا راجل من زمان. ادي تسديده حلوه، لكن تحت الفرصه انطلاقه المره دي عن طريق طارق تيسودالي، ولكن يا ولد علي احمد مفيش تسلل. الكره اللي فاتت فرصه، انطلاقه زكواني لاعب حسين زكواني على فكره لفت الانظار بقوه حتى في المباراه الاولى. اختراق حلو قوي في اللقاء، يعني كان ممكن، شوف حضراتكم بقى الفرص دي كان ممكن قوي تبقى 3-3. واحد يقول لي انت بتبالغ، لا محمد بولوكسوت تمريره بولوكسوت، ولكن كرة كريم المرحوم ما فيهاش قوة. الكرة دي لو فيها بس قوة شوية كانت ممكن، لكن انقاذ رائع. الكرة اللي فاتت شوف امامنا اللف وسطه حلوة، اسلحة هجومية مميزة، تمريرة حلوة قوي، حلوة الكرة اللي فاتت دي. امير زيد ولكن صلاح الدين شهاب المرة دي صلاح حريمات 3-2 تمريرة، وادي الانطلاقة صابر بوجرين ركلة الجزاء في اللقطة اللي امامنا هنا، والفار وحكم المباراة انتظار. شفت المغرب هنا الكورة بقى، هنا الفوارق، فريق يعني عامل كل حاجة في الكورة. الشوط الثاني منتخب جزر القمر، لكن المغرب اهو استغلال الخطأ.